الفراخ بالفريك دي اول مره اعملها، وعلشان كده انا مانيش عارفه انا عملتها صح ولا لا. انا قلت اما اجرب بالفريك الغله، اشوف الفراخ دي هيبقى طعمها حلو ولا ايه. انا دايما اعملها محشيه رز، او محشيه لسان عصفور، محشيه خضار، الحاجات دي. اول مره اعملها محشيه فريك. معايا الفراخ اول ما غسلتها ونضفتها ونقعتيها وخليتها كده بتشف كده. معايا بصلايه فرمها حلو، وشويه فلفل اسود وليمون، وشويه من خلطه الفراخ المشويه. وكل ده عملته تحت الجلد وفوق الجلد وفي بطن الفرخه. وهبيت الفرخه دي ليله كامله في التلاجة في كيس، وقوم قافله عليها ويحطها في التلاجة عشان ريحه البصل. بعد كده بعد ما حطيتها كده، ما حطيتش على بقى لا زيت ولا اي حاجه، هو الليمون والفلفل الاسود والبصل والخلطه الفراخ المشويه بس. وكتفها كده وسيبيها. انا حطيت فيها القناصه والكبده كده وحطيتهم في قلبها، وحطيتها في كيس وسبتها في التلاجة طول الليل. خدت من البصل والحاجات اللي معاها دي. معايا في الحشوه اللي هعملها فلفل الوان وبصل والفريك الغله. تغسليه حلو وتنضفيه وتنقعيه، تنقعي ساعتين، تنقعي ساعه. ومعايا التوم وجزر. كل ده هعمله. البصل هعمله في الكبه، هنعمه بس مش هنعمه قوي. والفلفل. وانما الجزر هبشره. كل ده هتعملي على بعضه ديت اللي هيبقى الحشو بتاع الفراخ. انا غلطت في حاجه، ان انا كترت الخضار، كأن هعمل الفراخ محشيه بالخضار. كنت المفروض اقلل الخضار، والفريك هو اللي يبقى باين شكله وطعمه في الفراخ، يعني يبقى بصلة صغيره، قرن فلفل صغير، الحاجات دي. انما كترت الكميه، عملت كميه بصل كبيره، وعملت الفلفل كتير والجزر كتير. فكل ده درع على طعم الفريك ودرع على شكل الفريك في الفرخه. لو كنت عملت الكميه دي كان يبقى حشو الفرخ. وبعدين وانت بتحشي الفراخ، ما تملهاش قوي الحشو بتاعها، تبقى كبسها جامد، ما يستويش. والفرخه من قلبها برضو ما بتبقاش مستويه حلو. انما لو انت قللتي خليتي الحاجه كده في القانونه في الوسط، تبقى احسن. لا تسيبها فاضيه قوي، ولا تملاها قوي وتحشيها جامد وتكتميها وتبقى ما تستويش من جوه، والخضار اللي فيها ما يستويش والفريك. خلصت الجزر والفلفل والثوم، هرسة الثوم وكل ده حطه، وقمت حاطه الفريك. شوف الفريك زي ما حضراتكم شايفين كده مش باين خالص في الخضار. كنت عملتها خضار وبس، ما كنتش عملتها فريك. بس قلت اما اجرب الفريك اول مره اعمله، قلت اما اجرب فريك الغله ده هيبقى عامل ايه في الحشو، علشان نبقى نحشي بعد كده لو لقينا طعمها حلو. فلفل اسود وملح، وحطيت له الميه المغليه، يا دوب الميه بس بتغطي الفريك. بتستوي اول ما يغلي كده توطي عليه تستوي خالص. وبعد كده تكوني طلعت الفرخه، وتسيبيها زي ما هي بالبصل اللي فيها اللي انت عاملاه. ومع الخلطه دي حطيت ورقه لورا وحبهان وحته من عود قرفه، تشيليهم كل ده تشيليه قبل ما تحطيه، او تسيبيه في الفرخه عادي. وده ريحته بتطلع، فبيبقى ريحته حلوه في الفرخ. البصل اللي احنا عملناه في الاول ما يخلي الفرخه طعمها حلو وريحتها حلوه، وما بتبقاش فيها زفاره. استنى على ما الحاجة تبرد، مش استعجلة هتحطيه وهو سخن. معايا المية مغلية فيها ورق لورا وحبهان وقرفة وملح، شوية فلفل اسود. لو بس انا كنت مكترة فلفل اسود في الفرخة فما حطيتش تاني. وحطيت الفرخة كده، حطيتها دقيقتين كده، وبعد كده قلبتها على الوش التاني. وبس ما تقلبيش او ما تكتريش المية قوي عليها، يا دوب بس المية تبقى مغطية لحد ما تداري كده لحد الحشو، علشان الحشو ما يطلعش في المية وهي بتغلي. الشوربه دي انت هتصفيها، تاخدي الشوربه هتشربها، تبقى شوربه طعمها لذيذ. وهتاخدي الحاجات اللي فيها دي هتاكلي بيها عادي، اللي نزل بتاعها. معايا زيت وصلصه وفلفل اسود وشويه ملح صغيرين. كل دول حطيتهم كده اقلبهم، دول هتنبهم الفرخه بعد ما استوت. الغلطه التانية اللي عملتها في الفراخ دي، ان انا دهنتها كده. كنت ممكن دهنتها شويه زيت بس وحطيتها في الفرن، او كنت ممكن حمرتها على البوتاجاز، او شويتها على الفحم، حطيتها على الشبك كده على الفحم، خدت اللون من كل ناحيه وكان هيبقى طعمها حلو. احسن ما دهنتها الصلصه عملت طبقه فوق كده، احمرت بسرعه من النار، وما كانتش شكلها ظريف خالص، كانت شكلها غامق كده فما كانتش حلو. او هتهدي النار بقى، يعني اول ما تلاقيها احمرت كده وسطاني النار خالص بالراحه، علشان خاطر الطماطم اللي فوق ما تتحرقش منك. يبقى احنا كده عملنا الفراخ بالفريك زي ما عملناها مرة قبل كده بالرز، وعملناها بلسان عصفور، وعملناها بالخضار. هتعمليها بالخضار اعمليها كتر الخضار، بس برضو ما تحشيش الفرخة جامد. هتعمليها بالفريك يبقى خضار قليل مع الفريك، علشان الفريك يبقى طعم
ويبان شكله في الفرخة. دي الفرخة بعد ما حمرناها، هي الصلصة اللي فوق هي اللي زي ما حضراتكم شايفين كده، الطبقة اللي فوق دي من الصلصة، الأحمر الغامق ده من الصلصة. هتوطي النار شوية مش هيتحرق منك كده. دي الغلطة اللي أنا عملتها، إن أنا عليت الفرن فالصلصة اتحرقت كده. مع شوية محشي مع أي حاجة طعمها لذيذ وطعمها حلو وريحتها حلوة. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. الفرخة بس كانت سخنة لسه، فأنا ما كنتش عارفة أفتحها. والفرخة دي فرخة بلدي غيبت في التسوية، بس مع إنها غيبت في التسوية بس الحشو اللي فيها فضل زي ما هو. ما تكترش الحشو وانت بتحشي علشان الحاجة تستوي وتاخد راحتها في التسوية. احنا مسويين الحاجة كلها قبل ما نسوي، بس الفريك كان معرفش هي دي بقى الطبيعي ان هو يبقى فيه قرشه كده زي البليله ولا ايه. قولوا لي رايكم، وقولوا لي هي فعلا بيبقى الفريك بيبقى عامل زي البليله كده فيه قرشه، ولا بيبقى مستوي قوي. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.